يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا. النهاردة هندخل كده في تفاصيل قصة عائلية كانت واخدة حيز كبير قوي الفترة اللي فاتت. قصة معقدة وشائقة، وهنركز أكتر على الكلام اللي قاله مؤخرا طرف رئيسي فيها محمد بعد ما كان ساكت فترة. هدفنا هنا إننا نحاول نفهم أكتر طبيعة الخلافات دي، مين بيقول إيه والردود شكلها إيه، التوترات دي كلها جاية منين. بس مهم نقول إن تحليلنا ده قايم بس على المحتوى اللي اتعرض واتقال في المناقشات دي. يلا بينا نشوف القصة دي فيها إيه. فعلا الموضوع ده لافت للنظر جدا. القصص العائلية بالتعقيد ده ممكن تخلي حد يفكر في علاقاته هو شخصيا. دورنا هنا إننا نشوف الإدعاءات دي والردود عليها زي ما اتقالت بالظبط بحيادية تامة، نفهم وجهات النظر المختلفة المطروحة دي سببها إيه وليه وصلت لكده. تمام قوي. البداية كانت مع فيديو محمد اللي الناس كلها كانت مستنياه فارغ الصبر، اللي هو هل الموضوع ده تمثيل وترند زي ما ناس كانت بتقول؟ الكل كان عاوز يسمع محمد بيقول ايه بعد ما الأطراف التانية اتكلمت كتير. يا ترى هيرد بنفس القوة، هيفضح أسرار، ولا هيحاول يكسب تعاطف؟ خصوصا ان فيه ناس كانت شايفاه انه الضحية او المظلوم في الحكاية دي كلها. صحيح، اللحظة اللي محمد قرر يكسر فيها صمته دي كانت مهمة جدا في مسار القصة كلها. الجمهور بيبقى زي الحكم أو الشاهد، ففكرة إن حد يطلع يتكلم ويقول روايته ليها وزنها، خصوصا لو كان الطرف التاني صوته كان عالي فترة طويلة. المشاكل كانت موجودة من أول يوم جواز. النقطة دي بقى خلت المتابعين يرجعوا يربطوا بين كلامه ده وبين اللي كانوا بيلاحظوه على آلاء نفسها، إزاي شكلها اتغير، حالتها وهي داخلة البيت غير حالتها بعد فترة. التدهور ده كان ملحوظ، وقال إن أسباب المشاكل دي تافهة، زي الحادثة المشهورة بتاعت البلاستيكة، ودي اللي دخل فيها أخوه اللي معروف بلقب العصفورة، وكمان حماه والد آلاء. إن الخناقات تبتدي من حاجات بسيطة وتكبر قوي كده، ده غالباً بيكون مؤشر لمشاكل أعمق بكتير. ممكن تكون صراعات نفوذ، ممكن تكون احتياجات نفسية مش بتلبى، وكمان الإشارة لموضوع العصب السابع ده معروف إنه ممكن يجي من ضغط نفسي شديد. دي بتدي بعد تاني خالص لحجم الضغوط اللي ممكن تكون عاشتها. وهنا بنشوف إزاي الجمهور بقى بيقرأ حتى لغة الجسد. ومن ضمن الحاجات اللي ذكرها برضو إنهم ما عملوش سبوع لبنتهم، ده غير مشاهد تانية ظهرت فيها آلاء شكلها تعبان ومريض، ورغم كده كانت بتحاول تلم الدنيا وتصالح، لدرجة إنها باست الأيادي قدام الكاميرا. محاولات الصلح دي وسط الظروف الصعبة زي المرض والتعب بتخلي الواحد يسأل أسئلة كتير عن طبيعة العلاقة نفسها. هل دي محاولة يائسة عشان تحافظ على البيت، ولا ده نمط معين في العلاقة؟ الأكيد إنها بتضيف تعقيد فوق تعقيد للصورة. نيجي بقى لنقطة الفيديو المسرب اللي كانت صدمة لناس كتير قوي. محمد اعترف بالفيديو ده اللي بيظهر فيه وهو بيضرب آلاء، وقال انه ندم لما شاف نفسه كده. الفيديو ده مش جديد، ده من 2 تقريبا، وتصور في فيلا اخوه. بس اللي لفت نظر الناس اكتر زي ما المتابعين وصفوا كان رد فعل السلفة مرات العصفورة، انها كانت واقفة بتتفرج من غير تدخل، والبعض قال ان شكلها كأنها مبسوطة باللي بيحصل، او على الاقل مش فارق معاها خالص. تصوير موقف زي ده وبعدين تسريبه، ده بينقل الخلاف لمنطقة دنيا خالص. لو التسريب ده كان مقصود فده معناه إن في نية واضحة للإيذاء المعنوي. نقطة ثانية مهمة كانت السفر لدبي. رواية محمد بتقول لإبعادها عن الضغط النفسي. إزاي ممكن نحلل وجود الروايتين العكس بعض دول في نفس الوقت؟ هنا بقى بتظهر قوي فكرة حرب الروايات اللي بنشوفها كتير في العصر ده. كل طرف بيحاول يرسم لنفسه صورة معينة يكسب بيها تعاطف الناس أو يثبت بيها إنه صح. استخدام السوشيال ميديا عشان تعرض صورة مثالية زي البر بالأهل أو الهدايا الفخمة فجأة، يا إما للضغط على الطرف التاني أو للرد بشكل غير مباشر على أي اتهامات بتتوجه له. الخلاف الشخصي بيتحول لمعركة صورة عامة، وده اللي حصل بالملي. ومع كلام زي بابي الغني اللي بيديني 25,000 جنيه، الناس فهمت ده على طول إنه تلقيح بالكلام. محمد وآلاء وقالوا إن ده أكيد بالتنسيق مع الأخ الكبير الفرعون
اللي معروف إنه بيحرك الخيوط. استعراض الماديات بالشكل الفج ده وسط الخلافات ليه أكتر من تفسير نفسي محتمل. ممكن يكون محاولة لإظهار التفوق والتقليل من شأن الطرف التاني، وممكن يكون وراه شعور بالنقص بيحاول يتعوض بالتباهي ده. في كل الأحوال هو استخدام للفلوس كسلاح في الصراع النفسي والمعنوي ده. بعد محمد اتهم بسرقة ذهب آلاء، دفاعه هنا كان عبارة عن كشف تناقضات. قال إن في صور لآلاء لابسة نفس الذهب ده بعد التاريخ اللي قاله إنه اتسرق فيه، وكمان صورته هو مع إخواته في نفس الفترة دي، وإن أخوه الفرعون ساعده بنفسه في مونتاج فيديو السفر لدبي، وحتى إن الفرعون دعاله وهو في العمرة. ده غير إنه أشار لحملات تشويه سمعة ضده على منتديات بتتهمه بالكذب والغباء. الاتهامات المالية زي السرقة دي تعتبر تصعيد خطير جدا في أي خلاف. اللي لافت هنا طريقة الدفاع اللي بتعتمد على فكرة التناقض. يعني إزاي بتتهمني بالسرقة وفي نفس الوقت بتتعامل معايا عادي وبتساعدني وتدعيلي بعد التاريخ ده؟ التناقضات دي بتضعف جدا مصداقية الاتهام الأصلي.